عمرك صحيت متأخر وسألت نفسك هو اليوم بتاعي ده راح فين؟ أنا كنت مشغول طول اليوم بس في النهاية ما أنجزتش أي حاجة من اللي كنت عايز أعملها ولا حتى حسيت إنك قربت خطوة واحدة من حلمك. في ناس كتير جدا بتكون فاكرة إن مشكلتها الحقيقية إنها مش لاقية وقت إنها تحقق الحاجة اللي هي بتحبها، مش لاقية وقت إنها تعمل حاجة لنفسها، بس في الحقيقة الوقت ده موجود، بس إحنا اللي مش عارفين نديره صح. في الحلقة دي النهاردة هنتكلم عن أفضل قواعد لتنظيم الوقت في 2026. الحلقة دي لو أنت طبقتها صح مش بس هتنظم يومك، ده أنت كمان هتنجح وهتحس إنك واثق من نفسك بشكل كبير جدا. ده غير انك هتلاقي نفسك مسيطر على حياتك 180 درجة، وهو ده المطلوب وده اللي احنا عايزينه، وكل سنة بنسعى لتحقيق الهدف ده بس مش عارفين. واول نقطة هتساعدك في تنظيم وقتك وضوح الاتجاه قبل إدارة الوقت. اكبر غلط ناس كتير جدا بتعمله وانا واحد منهم انها دايما بتحاول تنظم وقتها بدون ما يكون عندها اتجاه واضح. يعني مثلا فجأة كده تلاقي نفسك في كل بداية سنة انا لازم انظم وقتي. طب هل انت عندك اتجاه واضح علشان تقدر تنظم وقتك علشانه؟ في هدف واضح انت محتاج تنظم وقتك علشانه؟ في حاجة معينة انت مخطط لها انت محتاج تنظم وقتك علشانها؟ لا، هو انا عايز انظم وقتي كده وخلاص. يعني قبل ما تسأل انا هنظم وقتي ازاي، عايزك تسأل نفسك الاول انا رايح فين؟ انا عايز انظم وقتي ليه وعشان ايه؟ ده سؤال مهم جدا انت لازم تسأله لنفسك علشان تشوف انت محتاج الحاجة اللي انت محتاج تعملها دي محتاجة انك تنظم وقتك وتبذل مجهود علشانها ولا لا. لو انت هتنظم وقتك وانت اصلا ما عندكش اي هدف واضح، صدقني تنظيم وقتك في الوقت ده ما هيبقاش ليه اي معنى خالص، لان مفيش هدف واضح انت محتاج تنظم وقتك علشانه، وهتلاقي نفسك زي كل سنة ما بتقدرش تعمل حاجة. وعلى فكرة دي مشكلة كبيرة جدا مش كل الناس عارفاها او مش كل الناس بتفكر فيها او مش كل الناس اتكلمت عنها كمان. فانا عايزك تجيب ورقة وقلم من فضلك. معلش، جبت ورقة وقلم؟ تمام جدا. اول حاجة عايزك تبدأ تكتب هو انا عايز اوصل لايه السنة دي. رقم 2، ايه اهم مجال هياخد مني وقت او محتاج مني وقت كبير جدا علشان انظم وقتي علشان؟ هل مثلا شغل مهم جدا؟ هل مثلا حاجة انت محتاج تتعلمها؟ هل مثلا تعليم، صحة؟ ايا كان المجال اللي انت بتشتغل فيه ومحتاج تنظم وقتك علشان ايه الحاجة اللي لو عملتها بانتظام حياتي هتتغير 180 درجة. لما تبدأ نفسيا تعرف انت عايز تنظم وقتك ليه وعلشان ايه، خلاص كده كل حاجة هتكون سهلة، لانك باختصار عرفت انت عايز تنظم وقتك ليه. وده كمان هيساعدك على الالتزام بشكل كبير جدا. النقطة التانية، ركز على المهم مش المستعجل. لازم تكون فاهم كويس جدا ان مش كل حاجة مستعجلة تبقى هي مهمة ليك، وبرضه مش كل حاجة مهمة تبقى مستعجلة. يعني في ناس كتير بتلاقيها عايشة يومها تفضل تتكلم في التليفون بالساعات، تفضل تتكلم دردشة بالساعات، تفضل تعمل سكرول على التليفون بالساعات، عمال تضيع وقتك مع الناس اللي حواليك اللي عمالة تشدك تحت كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. لكن تقدر تقول لي فين وقت الحاجة اللي هتساعدك انك تبني مستقبلك؟ فين وقت الحاجة اللي هتساعدك انك تقف على رجليك؟ فين وقت الحاجة اللي هتساعدك انك تشتغل على نفسك علشان خاطر السنة دي كمان ما تضيعش منك زي السنين اللي فاتت كلها؟ فانا عايزك تسأل نفسك ايه الحاجة اللي لو عملتها النهاردة اول ما اصحى من النوم حياتي هتتغير بشكل كبير جدا او يومها هيتغير بشكل كبير جدا. ده غير ان هحس ان انا ناجح وهحس ان وقتي ما راحش في الفاضي وهرتاح نفسيا بشكل كبير. والمشاعر اللي بكلمك عنها دي انت هتبدأ تحس بيها ليه؟ علشان خاطر انت بدأت يومك بالحاجة المهمة، ما بدأتش يومك وانت ماسك التليفون وعمال خلاص تشوف مين بعت رسالة، تبدأ تشوف الفيديو ده وتلاقي نفسك ضيعت ساعة وساعتين وثلاث ساعات. مش هتبدأ يومك بكده، ولكن انت اول ما بتبدأ يومك بتحس ان عندك طاقة كبيرة جدا. الطاقة الكبيرة دي انا هكلمك عنها كمان شوية. للأسف الشديد احنا بنقوم جايين نضيعها في الحاجات التافهة، الحاجات البسيطة، نتابع ناس ملهمش اي لازمة مش بيقدموا حاجة بتفيدنا، ونضيع من عمرنا ساعة وساعتين وثلاث ساعات واربع ساعات، نفضل قاعدين قدام الشاشة ساعة ساعتين، نروح نقعد في مكان معين ساعة او ساعتين. المهم ان في عدد ساعات من يومك بيضيع في وقت انت مش عارف الوقت ده بتستفاد منه ايه، ولكن بتيجي في الوقت اللي بتكون ضعيف فيه نفسيا او جسمك بيكون هبطان او حاسس انك نفسيا مش احسن حاجة، وتبدأ تقول ايه، انا مش قادر اعمل الحاجة دي، هو انا ليه مش قادر انفذ الشيء ده، هو انا ليه مش عارف انجح، هو انا ليه مش عارف انظم وقتي. لانك دايما بتعكس الادوار، واذا عكست الادوار وصلت وما قدرتش تنظم مجهودك في المكان الصح والوقت الصح، انت عمرك ما هتاخد خطوة لقدام. انا واحد من الناس اول ما بصحى من النومي انا بحس ان يومي ده لحد مثلا العصر انا في كامل طاقتي. ما جيش بقى تخيل معايا كده الشوية دول انا بضيع فيهم وقت جدا لكن مش هستفاد حاجة. ليه؟ لان مثلا عايز اصور حلقة او عندي جلسات او مثلا انا في استشارات مثلا او مثلا انا عايز اعمل اي شيء يفيدني، تمام؟ فانا هاجي اعمل الشيء ده او الجلسات دي او هاجي اصور محتوى في الوقت اللي هو خلاص العكس
بالعكس، يعني انا دلوقتي الصبح اللي فيه كامل طاقتي ما صورتش فيه ولا عملت جلسات ولا عملت اي حاجه، فبالتالي هاجي اعمل جلسات بالليل هلاقي نفسي هبطان. لا، انا لما اجي اعمل جلساتي او لما اجي اصور المحتوى بتاعي او لما اجي اعمل الحاجه اللي انا بحبها واللي محتاجه مني مجهود، زي اني اصور محتوى، زي ان اعمل جلساتي، زي مثلا اني العب رياضه، الحاجات دي كلها الحاجات المهمه بالنسبه لي عامه لما اجي اعملها في الوقت اللي بيكون فيه كامل طاقتي. وركز، انا بقول لك هكلمك وهشرح لك النقطه دي اكتر كمان شويه. انت بتحس ان نفسيا انت انجزت كتير جدا. ليه؟ الحاجات التافهه، الحاجات البسيطه، اقعد مثلا اعمل سكرول على التليفون، اكلم حد من صحابي، اشيت مع حد من صحابي، ابدا مثلا اقعد قدام الشاشه بتاعتي، ابدا مثلا اي شيء تافه او اي حاجه مش محتاجه مني مجهود كبير جدا او مش محتاجه مني تفكير كتير جدا، لما اجي نفسيا اعملها في الوقت اللي حاسس ان مثلا جسمي فيه هبطان، مش محتاج اعمل طاقه كبيره جدا، في الوقت ده انا بنظم وقتي صح. لان الحاجه المهمه بعملها في الوقت اللي فيه كامل طاقتي، والحاجه اللي مش مهمه بعملها لما يكون انا ما عنديش طاقه. تخيل انت لو بتعمل كده هتثق في نفسك بشكل كبير جدا. تخيل انت لو بتعمل كده والله انت هتلاقي نفسك في اتجاه تاني خالص. النقطه الثالثه، اداره الطاقه قبل اداره الوقت. لازم تعرف ان وقتك هو حاجه ثابته بالنسبه لك، لكن الطاقه بتاعتك دي هي شويه فوق وشويه تحت، وده اللي انا قلت لك هشرحه لك. مستحيل انك تقدر تنظم وقتك ولا تقدر تنظم يومك وانت منهك نفسيا، وانت حاسس انك مرهق نفسيا ومش هتقدر تعمل حاجه، او انك تبدا تضيع نشاطك كله في حاجه ملهاش لازمه. فاللي المفروض انت محتاجه دلوقتي انك تبدا تسال نفسك او تعرف نفسك كويس جدا، انا ايه الوقت اللي جسمي او انا نفسيا بيكون طاقتي فيه عاليه جدا، اللي بحس فيه ان اقدر اعمل الحاجات المهمه بتاعتي؟ وامتى بتحس ان جسمك كسول جدا ومش محتاج تعمل اي حاجه؟ وامتى بتحس ان دماغك فاضي ومش عايز تفكر ولا عايز تركز في اي حاجه؟ وعايزك تبدا باول حاجه، هتبدا تجيب نفس الورقه بتاعتك وتبدا تشوف الوقت اللي طاقتك فيه بتكون عاليه، تبدا تحط فيه المهام التقيله بتاعتك، والمهام السهله او المهام التافهه اللي بتكون موجوده في اليوم بتاعك ابدا حطها في الوقت اللي طاقتك فيه بتكون منخفضه جدا. النقطه الرابعه، العادات الصغيره هي سر الوقت. المشكله الحقيقيه اللي بتخلي ناس كتير جدا ما تقدرش انها تنظم وقتها، انه لما بيجي يقول انا عايز انظم وقتي، او في رحله التنظيم الوقت دي بيبدا يكون نفسيا عايز يعمل كل حاجه. كل ما يجي يصحى من نومه تلاقيه دايما مركز، انا عايز النهارده اعمل كل حاجه، عايز العب رياضه وعايز اذاكر وعايز اعمل ده وعايز اعمل ده وعايز اعمل ده. السلوك ده عامه غلط جدا، لانه نفسيا مش هيساعدك باي حاجه. انت لما بتيجي تنظم يومك كله مره واحده وبتحط في دماغك او بتحط في النوت بتاعتك انك هتعمل في اليوم ده 100 حاجه او هتخلص حاجات كتير جدا النهارده، انت نفسيا قبل ما تبدا بتحس انك مرهق جدا، وقبل ما تبدا بتحس انك شايل جبل على كتفك، فبالتالي خطواتك بتبقى قليله قوي، ولو عملت حاجه مش هتعمل التانيه. ولكن الصح اللي هيساعدك في تنظيم الوقت هو انك تبدا يومك بانك تعمل حاجه مهمه واحده بس. زي مثلا، معلش انا اسف في الطلب اللي هقول لك عليه للمره الثالثه، بقول لك هات النوت بتاعتك. جبت النوت بتاعتك، عايزك قبل ما تنام تبدا بكل بساطه تكتب انت هتعمل ايه بكره. بعد كده هتكتب اهم 3 حاجات اساسيه جدا جدا انت محتاج تنفذها بكره. انت كتبت اهم 3 حاجات انت محتاج تعملهم بكره، خلاص حط النوت بتاعتك جنبك وابدا بقى بكل بساطه نام، واخر اليوم بكره ابدا تابع انت عملت من ال3 حاجات دول ايه. جيمس كلير قال انت لا ترقى لمستوى هدفك بل تهبط لمستوى عاداتك. فلازم انك تبدا تغير عاداتك السلبيه، لازم انك تبدا تغير البيئه اللي انت عايش فيها، لازم انك تبدا تغير الناس اللي بتتابعها على السوشيال ميديا، لازم انك تبدا تغير الناس اللي بتحس انها بتاثر فيك بشكل كبير جدا، لازم تبدا تغير الناس اللي بتضيع وقتك بشكل كبير. وقتها لما تبدا تعمل الكام حاجه اللي بقول لك عليهم دول، هتحس ان في عندك وقت كبير جدا يساعدك انك تنمي مهاراتك فيه، يساعدك انك تعمل فيه الحاجات المهمه جدا بالنسبه لك. انما واحد مصاحب بقى علي علوكه واشرف كخ عايزه يطلع ايه؟ طيار؟ اكيد مش هيعمل اي حاجه ولا هينجح في اي حاجه، واخر كل سنه هيلاقي نفسه قاعد انا عملت ايه النهارده؟ عملت ايه في سنتي؟ ما نجحتش، مش عارف ايه. الطريقه دي في التفكير عامه بتساعدك ان صحتك النفسيه تكون في النازل، وثقتك في نفسك بتكون قليله جدا، زائد انك بتشوف دايما بعينيك الناس اللي عماله توصل وعماله تنجح وعماله تطور من نفسها
منهم قريبك ومنهم صاحبك ومنهم جارك ومنهم ناس كتير جدا، وانت لسه قاعد مكانك عمال بتحسب خطواتهم وعمال بتراقب خطواتهم بدون ما بتاخد انت خطوة تساعدك على النجاح. هديك مثال صغير جدا. انت نفسيا شايف ان عندك موهبة او شايف ان عندك القدرة او شايف ان عندك العزيمة والإرادة انك تقدر تنجح في حاجة انت بتحبها، وحاسس من جواك وانا شايف ده في عينيك كمان انك لو اخدت فيه خطوة حياتك هتتغير 180 درجة، لكن انت لا لاقي الوقت ولا عارف تزود مهارتك فيها، وخايف انك تعملها لا تفشل، او خايف الناس تضحك عليك، او خايف الناس تقول عليك فاشل، او ابدأ بتنظيم وقتك. ابعد عن اي حد انت شايف انك لو عملت العادة دي ممكن يضحك عليك او ممكن يقول عليك فاشل. ابعد عن الناس اللي بتتابعهم على السوشيال ميديا وعمال تضيع وقتك بالساعة وبالساعتين من غير ما تستفاد منهم بأي حاجة، ولا حد فيهم بيقول لك معلومة كويسة تساعدك في بناء ذاتك أو في بناء نفسك. فإذا طورت من نفسك وعملت اللي بقول لك عليه ده، أنت هترجع للحلقة دي تاني بإذن الله تعالى وهتدعي لي وهتقول أنا طبقت اللي أنت بتقول عليه ده ووقتي وحياتي اتغيرت 180 درجة. ليه؟ أنت طبقت وقتك ونظمت وقتك. مش هقول لك بقى ان هو في البداية هيتنظم بنسبة 100%، لا، انت شوية هتقع وشوية هتكمل. بس امتى عارف هتكمل للاخر؟ لما تحس ان الوقت اللي انت بتوظف فيه الحاجات المهمة وطاقتك او بتنظم فيه الطاقة العالية او النشاط العالي بتاعك في الحاجات المهمة في يومك، وتحس ان ده بيجيب نتيجة معاك عالية جدا، وتحس ان ده بعد شهر ليه تأثير كبير جدا وتغيير كبير جدا في حاجات تانية. يا سيدي، ده انت على الاقل لو بتلعب جيم وبتنام عدد ساعات معينة وبتصحى بدري وبتنام بدري، والله العظيم انت حياتك هتتغير. كفايه بس ان جسمك كده بيصحى الساعه 6 الصبح وبعد كده بينام مثلا الساعه 10 بالليل 11 بالليل بالكتير. لما بتيجي تستمر بس على عاده زي دي، انت بتحس ان دماغك بيبدا يفرز لك افكار كتير جدا انت محتاج تعملها، وهتلاقي مثلا عندك وقت فراغ زمني في يومك، هتلاقي نفسك بتفكر ازاي تكسب من الوقت ده او ازاي تشغل نفسك في الوقت ده. وهنا بتلاقي عاده بتخلق عاده بتخلق عاده بتخلق عادة لحد ما تلاقي نفسك وصلت لمراحل النجاح اللي بتحقق فيها المليون و2 مليون و10 مليون واللي نفسك فيه. فكله محتاج انك تبدأ بصحتك النفسية، ومفيش اعظم ولا اجمل من شيء هيساعدك في انك تحافظ على صحتك النفسية وتنمي دماغك الا حاجة واحدة بس، وهي تنظيم وقتك وتنظيم اكلك الصحي. وموضوع الاكل الصحي ده هنتكلم فيه في حلقة تانية، بس قول لي في الكومنتات. النقطة الخامسة، عايزك تبدأ تقول لا من غير ما تحس بالذنب خالص. كل مرة انت بتوافق انك تعمل حاجة مش مهمة بالنسبة لك، بتوافق انك تعمل حاجة مش هتستفاد منها حاجة، بتوافق انك تخدم حد وانت متضايق، بتوافق انك تضيع وقتك مع واحد صاحبك انت خايف تقول له مش هقدر اعمل الحاجة دي معاك، بتوافق انك تعمل حاجات ملهاش لازمة، انت بتقول لا لحلمك، انت بتقول لا للوقت اللي المفروض هينجحك، انت بتقول لا لعادة المفروض انها هتغير حياتك 180 درجة. لا حد هينفعك ولا حد هيقف جنبك ولا حد هيساعدك ولا حد هيخليك تطور من نفسك، وفي الاخر وقت ما تقع هتبص في نظرات الناس اللي كنت بتخدمهم واللي كنت بتقف جنبهم واللي كنت بتساعدهم، هتحس ان الكل بيبص لك بنظرة صعبانية، ان الكل بيبص لك بنظرة فيها فشل، ونظرة تانية انت صعبان علينا جدا بس مش قادرين نعمل لك حاجة، واللي هيساعدك مرة او اتنين وبعد كده مش هيكمل، او بعد كده هيبدأ يحس انك تقيل عليه. فيا صديقي العزيز، لازم انك تبدأ تقول لا. قول لا لكل شيء تافه، قول لا لكل حاجة بتضيع فيها وقتك، قول لا لكل شخص بيستغل وقتك، قول لا لكل شخص بيستغل طاقتك في تحقيق اهدافه وفي تحقيق حلمه، قول لا لكل حد بيدخل حياتك ياخد مشاعر وياخد حاجات ايجابية بتستنزفك وبتستنزف طاقتك بشكل كبير جدا، وفي الاخر بيسيبك وبيمشي. لازم تتعلم انك تبدأ تقول لنفسك انا مش فاضي دلوقتي، لازم تتعلم انك تبدأ تقول للناس دي كلها لما حد يجي يقول لك على حاجة معلش انا مش فاضي، لما افضى هعملها لك. صدقني اذا احترمت وقتك حياتك هتتغير 180 درجة. النقطة رقم 6، خطط يومك بس سيب مساحة للواقع. مهم جدا انك تبدأ تخطط يومك، مهم جدا انك تبدأ تشوف انت عايز تعمل ايه وتوظف وقتك في الحاجات المهمة اللي محتاجة منك مجهود، تمام، بس اللي مش مهم واللي بيغرقك. ودي نقطة انا كنت مستحيل ان اخرج من الحلقة دي من غير ما اقولها لك، وهي المثالية. اذا كنت من الناس اللي عندها وسوسة المثالية فانت هتضيع، هتفضل قاعد مكانك مش هتعمل اي حاجة. انت لما تيجي تخطط يومك بلاش انك تملى اليوم كله تخطيط، عدد الساعات كلها تخطيط، انا دلوقتي هعمل ده وبعد ساعة هعمل ده والساعة التانية لما اخلص ده هعمل ده وبعد كده هروح مش عارف اعمل ايه وبعد كده ايه. بلاش تعمل الحاجة دي لانك والله ما هتعمل اي حاجة خالص. وناس كتير مجربة
مجربه اللي بقول لك عليه ده وما كانتش بتعمل اي حاجه. فعود نفسك بلاش تلزق كل حاجه في بعضها. طب انا ليه بقول لك كده؟ لان الحياه عمرها ما كانت بتمشي بالمسطره، وعلشان تتعلم انك تقدر تسيب وقت فاضي يكون الوقت ده فيه امان بالنسبه لك. لو انت مثلا بتعمل حاجه والحاجه دي هتاخد منك 4 ساعات، عود نفسك تخليهم 5 ساعات او 6 ساعات. انت بتقول لنفسك مثلا انا هصور الحلقه دي فهتاخد مني ساعتين، لا حط في بالك انها هتاخد 4 ساعات، او حط في بالك هتاخد منك 3 ساعات. لو عندك شغل هياخد منك 7 8 ساعات، قول لنفسك الشغل ده هياخد مني 9 ساعات مثلا، هياخد مني 10 ساعات مثلا، لان الساعه الزياده دي هي اللي هتحميك لو انت مثلا اتاخرت، هتحميك لو حصل تعب مفاجئ، هتحميك لو فقدت تركيزك في وقت ما. رقم 2 هامش الاخطاء. لازم تتوقع انك ممكن تغلط في اي وقت، ولازم تتقبل الفكره دي. انا لما مثلا بكون عايز اصور حلقه مثلا، في الوقت ده الكاميرا بتاعتي ملهاش الباب اللي المفروض انا بشوف منه وضع الكادر عامل ازاي، وانا بصور الحلقه دي هي بتاخد مني وقت كبير جدا. بس انا اوكي تمام مظبط كل حاجه، بس انا متوقع ان ممكن تفصل، متوقع ان ممكن يحصل اي حاجه، واجي اشوف اللي انا صورته الاقي ان عدد الساعات اللي كنت بصور فيها كلها صفر، مفيش حاجه. فلما ده بيحصل، وده حصل معايا كتير جدا واغلب الناس بيحصل معايا كده، انا عشان متوقع حاجه زي دي فما بزعلش، والموضوع بيبقى بالنسبه لي عادي. بقعد شويه بريك كده وبعد كده اشرب حاجه وارجع اكمل الحلقه تاني. بالعكس ده كمان ده بيفيدني جدا. بس المهم انك لازم لو بتعمل اي حاجه تحط في بالك انا متوقع جدا ان ممكن اغلط في اي وقت، فبالتالي توقعك ده هيساعدك انك لو غلطت فعلا تتقبل الشيء ده وترجع تعيده بكل اريحيه بدون ما تحس باي ضغط نفسي يخليك تفقد تركيزك وما تقدرش تعملها بنفس الجوده اللي كنت عاملها فيها. فلو انت توقعت الشيء ده هتيجي تعيدها هتعملها احسن من الاول 100 مره كمان. في نفس الوقت لو انت مثلا خليت الجدول بتاعك يكون مضغوط وفي حاجات كتير جدا، فاي غلطه انت هتعملها، اي حاجه مثلا هتحصل مش مقصوده، اي مثلا مفاجاه هتحصل، مثلا حد تعبان، انت فقدت تركيزك، انت مثلا حاسس انك مش كويس، غلطت في الحاجه اللي انت بتعملها مثلا، هتلاقي نفسك بتتشتت بشكل كبير وبتتعصب وبتكره نفسك وبتزعق وممكن تكسر حاجه قدامك كمان. لكن لما يكون عندك هامش متوقع جدا انك في الهامش ده ممكن تغلط، الهامش ده نفسيا انت مش هتحوله لفشل، ولكن انت هتتقبل الفكره وتبدا تعيد عادي. رقم 3 مساحه الطوارئ. عايزك دايما وانت شغال في اي حاجه في يومك، عايزك تتوقع في اي وقت ممكن تحصل حاجه مفاجاه، او ممكن يجي لك مكالمه فجاه، ظروف عائليه مثلا ممكن تظهر او ممكن تحصل فجاه، حاجه برضو خارجه عن ارادتك ممكن تحصل في اليوم ده. لو انت ما عملتش حاجه زي دي او ما حجزتش الشيء ده في يومك، هتيجي في الوقت ده لما بتيجي تحصل مثلا حاجه طارئه انت هتتوتر جدا، مش هتعرف تفكر، مش هتعرف تعمل ايه، مش هتعرف تتصرف ازاي. لكن لو انت مثلا عامل حساب الطوارئ دي، انت نفسيا لما بتيجي تحصل بتلاقي نفسك كده كده مستعد، فبتبدا انك تعملها بدون توتر، وتلاقي نفسك بترجع تكمل الشغل اللي انت بتعمله وانت في كامل تركيزك برضه عادي جدا. النقطه رقم 7 راجع وعدل وكمل. اوعى تشوف ان تنظيم الوقت بالنسبه لك هو عباره عن خطه ثابته انا لازم افضل ماشي عليها. عايزك كل نهايه اسبوع تبدا برضه تجيب نفس الورقه والقلم بتوعك، وعايزك بكل بساطه تبدا تسال نفسك ايه اللي انا عملته من الخطه دي وظبط معايا الاسبوع ده؟ طيب وايه الحاجه اللي انا عملتها وضيعت وقتي بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت لازم ابطل اعملها في الاسبوع الجديد؟ ايه اللي انا مش محتاجه الاسبوع الجاي ولازم الغيه؟ في نفس الوقت برضو ايه الحاجه اللي محتاج ازودها الاسبوع ده علشان اقدر انظم وقتي صح، وفي نفس الوقت احس ان بحقق نتائج احسن من الاسبوع اللي فات؟ لما تيجي تعمل اللي بقولك عليه ده في 2026 حياتك هتتغير جدا، لانك هتبدا تدخل 2027 وانت حد تاني. مش هتستنى بقى انك تشاهد السؤال اللي بيقول ازاي ابدا سنه 2027 واحقق كل اهدافي، لا ده انت هتدخل سنه 2000 اصلا 27 وانت كده كده اصلا بتحقق اهدافك كلها. يبقى انهي افضل؟ ابدا من الشهر ده وابدا السنه دي كلها خطه اعداد، حاجه بتفشل حاجه بتنجح، محتاج ازود ده، محتاج اشيل ده، محتاج اضيف ده، محتاج اعمل ده، لحد ما ادخل 2027 وانا في ليفل الوحش. كل اللي بقولك عليه ده يا سيدي الفاضل انا عملته، واللي جاي اقولك عليه ده انا مريت بالتجارب دي طول حياتي كلها. مش جاي اقولك حاجه على انها موتيفيشن وخلاص، مش جاي احفزك، مش جاي اقولك انك تعمل 1 2 3 علشان خاطر تنجح وبعد كده اعمل لي لايك واعمل لي اشتراك وبعد كده شكرا والسلام عليكم. لا، اولا لايك اشتراك دي حاجه بتاعتك، ولكن انا بقول لك عن تجربه بس بحاول اقدمها لك بشكل انت تقدر تستوعبه بحيث انك يكون سهل عليك انك تقدمه او يكون سهل عليك انك تقدر تطبقه في حياتك. واظن الكلام واضح وبسيط جدا كاننا 2 قاعدين مع بعض بيتناقشوا في حاجه بسيطه. فعلشان تقدر انك تكسب وتكون ذكي صح وتقدر تحقق اللي نفسك فيه لازم تتعلم ازاي تدير وقتك صح. هات لي واحد بيضيع وقته حتى لو بيشتغل من البيت
عبيط وما بينظمش وقته ومجهوده ودماغه اللي بتكون فايقه في الوقت اللي المفروض طاقته بتكون عاليه فيه مثلا، هاتلي ان الشخص ده نجح. بالعكس، بعيدا عن التفاهات اللي انت بتشوفها، ولكن انا بتكلم انك عايز تعمل لنفسك قيمه، فهاتلي واحد بيضيع وقته بينجح. الوقت اللي بيروح منك مش هيرجع تاني، فحاول انك توظف وقتك في المكان الصح علشان تقدر تدخل 27 وانت محقق اهدافك، بل وانت كمان 27 دي بالنسبه لك هي سنه اللي بتلم فيها الثمار بتاعت كل حاجه انت زرعتها في 26. حاول تبدا يومك بابسط حاجه، بس الحاجه البسيطه دي تكون هي الحاجه المهمه بالنسبه لك. يعني لك ان تتخيل انت عايز تعمل حلقه، طيب ما عشان اعمل الحلقه دي انا محتاج اكتب سكريبت، يبقى ما ينفعش اكتب سكريبت وبعد ما اكتب السكريبت اروح اصوره، بعد ما اصوره اعمل مونتاج، وبعد ما اعمل المونتاج ابدا انزله. لا، انت المفروض بتكتب السكريبت الاول وبتدي لنفسك وقت انك تكتب السكريبت ده بشكل كويس. بعد ما نفسيا بتبدا تراجع بقى كل حاجه وخلاص كتبت السكريبت بتاعك ومطمن ان كل حاجه تمام، في الوقت اللي انت مركز فيه كويس جدا، في الوقت اللي دماغك صاحيه فيه، هتقدر تصور الحلقه برضه في الوقت اللي دماغك فايقه فيه. شوف الحلقه دي هتبقى طالعه عامله ازاي، تركيزك هيبقى كويس جدا، في حاجات انت بتضيفها بدماغك. المهم انك نظمت وقتك او نظمت الحاجه المهمه في الوقت المهم، وساعتها هتشوف الفرق اللي هيظهر عليك والفرق اللي هيظهر على شغلك وهيظهر على ثقتك بنفسك بشكل كبير جدا. لو انت شايف ان الحلقه دي كانت اجابه على اسئله كتير جدا جواك وانا قدرت اساعدك من خلال الحلقه دي، ما تنساش انك تعمل لايك واشتراك